التسكين ده اليوم الحصاد بقى بتاع شهرين شغل، وانتوا الحمد لله رب العالمين المشروع بتاعكم يعني ربنا كرم وعامل حاله في السوق، ففي اقبال على المشروع واقبال على الشركه، فانت دوركم بكره ان هو يوم الحصاد بتاعكم ده اللي هتلموا فيه وتحصدوا فيه جهد الشهرين ثلاثه اللي فاتوا. فلذلك اليوم ده بيبقى عامل زي مناوره الحرب كده. اليوم بيبقى فيه تفاصيل كتيره جدا، خصوصا كمان لما بيبقى بره مقر الشركه، لانه بره مقر الشركه احنا بننقل الشركه بالكامل. لو نقلنا بره الشركه ورحنا فندق، وده الغالب معظم الشركات عشان العدد والزحمه بنضطر نروح نعمله في قاع فندق، كل الادارات بالمكن بالخزن بمكن عد الفلوس بالاجهزه بتاعه السيلز، كل حاجه بتروح الفندق، وبتبني سيكونس حركه عملاء عشان في الحركه وفي التسكين. عشان من هنا جت كلمه التسكين بقى، تسكين العميل على وحده بعينها. فاحنا تسكيننا بتاع بكره ده لازم بقى بنعمل له ريهرسل مع العميل، بيكون حاضر فيه كل الهيد اوف يونتس بتوع الشركه عشان نفهمهم السيركيليشن هيمشي ازاي، الحركه بتاعت العملاء، الحركه بتاعت شغلهم هم. اليوم بيبقى زحمه فمش عايزين الواحد يبقى عارف سايكل الابروفلز والاكسبشنز، لو حد هياخد اكسبشن الامضه بتيجي ازاي، بتتحرك ازاي، الوحده بتتقفل ازاي، الترابيزه اللي انت قاعد عليها، معدل سرعه تدوير الترابيزه دي هي دي اهم معامل نجاح عندك بكره على فكره. فكل ما تخلص عميلك اسرع كل ما يبقى بالنسبه لك ده عامل نجاح كبير جدا جدا في يومك. كل واحد ياخد باسباب نجاحه بكره ويشتغل عليها، وان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا.